السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنرد على الدكتور أو الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني بخصوص خطأ الخطأ اللي هو فهمه من إن الدولة المصرية احتفلت بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام رقم 1500. يعني بيقولوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام مولود من 1500 سنة. فالدكتور محمود عبد الرازق معترض على الكلام ده، معترض على 1500 وبيقول ان هم حسبوا خطأ. فالكلام ده هنرد عليك وهنثبت ان هو مظبوط. وخد بالك من نقطة معينة، ده مش معناه ان انا بأيد أسامة الأزهري، بل انا معاك انت في كل المساوئ اللي ذكرتها في أسامة الأزهري وعلي جمعة والأزهر والحاجات ديت. بل أزيد عنك كمان إن أنت ما تعرفش إن هم إخوان متخفيين في صورة الصوفية، وهم أساسا الشيعة الفاطمية. لأن خد بالك من نقطة مهمة، إن صلاح الدين الأيوبي لما قضى على حكم الدولة الفاطمية اللي هي المجوسية ديت، عامة الناس اللي هي تشيعت ما غيرتش ديانتها أو ملتها على طول، لا، احتفظوا بيها لكن تخفوا داخل الصوفية. ثم جات فرنسا وإنجلترا سنة 1928 ونظموا الصوفية اللي هم الشيعة الفاطمية دول في صورة تنظيم الإخوان المسلمين، ونصبوا عليهم حسن البنا سنة 1928 بعد انهيار دولة الخلافة سنة 1924. وحسن البنا مش هو اللي نظم جماعة الإخوان، خد بالك. حسن البنا كان عضو أصلا في جماعة الإخوان اسمها الإخوان الحصفية، يعني مش هو اللي عامل جماعة الإخوان اللي هي الحالية. دي اتنظمت له عن طريق الاحتلال خطة خبيثة، وخصوصا فرنسا هي اللي كانت بتدعمه في قناة السويس في الإسماعيلية، وكانت بتديله 500 جنيه عن طريق البارون اللي هو كان بيدير شركة قناة السويس برعاية بريطانيا، اللي هي بريطانيا زي أمريكا دلوقتي اللي كانت مهيمنة على العالم. لكن اللي كان بيتحرك وصاحبة الفكرة هي فرنسا اللي هي برضو ساعدت الشيعة المجوس الخميني انه يرجع ايران ويحولها بالشكل اللي احنا شايفينه الان. ففرنسا اخطر دولة بتخطط لهدم الاسلام. للاسف حضرتك ما بتربطش الحاجات دي ابدا بجماعة الاخوان، وفاكر ان حسن البنا هو اللي منظم جماعة الاخوان وهو اللي انشأها وهو اللي حط فكرها. حسن البنا ما يعرفش اي حاجة، ده واد فاشل زي ما انت بتقول دايما عليه، ولد بتاع مدرس خط حتى، ويمكن يعني ناجح ب 40% في الثانويه، اللي كان في اصلا كان في ثانويه، وهم اللي حطوه لانه هو شيعي فاطمي خبيث معروف وجاي متخفي هنا. تمام. فهم دول اتباعه اللي في الازهر دلوقتي، هم اتباعه، وللاسف اللي في الحكم برضه اتباعه، لان اللي بيحكم الان صوفي زي ما قال توفيق عكاشة اللي الناس بتتريق عليه، هي دي حقيقته. علشان كده مترابطين. المهم نخش على موضوع ان الرسول مولود من 1500 سنة وانت معترض على الموضوع ده. لا، الكلام ده مظبوط، احسب معايا وانت تعرف. لان العرب كانوا بيحسبوا التواريخ بتاعتهم بالتقويم القمري مش الميلادي. التقويم القمري اللي احنا سميناه بعد كده التقويم الهجري او التاريخ الهجري. تمام. فعندك النهارده السنه دي، يعني النهارده مثلا 14 ربيع اول سنه 1447، ده ايه؟ هجري او القمري. يبقى 1447 ده اللي هي بدايه الهجره. طب كان في قبلها اللي هي العهد المكي كان 13 سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام بداية تكليفه، يعني أول ما تكلف بالرسالة كان عنده 40 سنة. كل ده بالإيه؟ بالقمري.
او بالهجري عشان يعني تمشي معاك. خلاص، اجمع بقى 1447 زائد 13 زائد 40، تمام، هيطلع 1500 سنة هجرية أو قمرية. هم 3 أرقام أهو. أنت بتقول إن الجيش ما بيعرفش يحسب رقمين، لا هم 3 أرقام: 1447 و13 سنة اللي هي العهد المكي، و40 سنة اللي هو عمر الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يتكلف بالرسالة أو لحد ما تكلف بالرسالة. يبقى الإجمالي 1500 سنة قمرية أو هجرية، وليس زي ما أنت قلت إن هم 1497 وناقص 3 سنين. دي المعلومات اللي هي متاحة لينا جميعا، يعني أنت ما تقدرش تجيب معلومات أكتر من كده، ولا نقدر ولا أي حد يقدر. دي المعلومات المتاحة للجميع واللي تم الحساب عليها، تمام. وفي دليل كمان ان الاردن نفسها، هنجيب لك دلوقتي مقطع، الاردن احتفلت بنفس التاريخ، يعني قالوا ان الاحتفال بمرور 1500 سنة على ميلاد الرسول. اسمع كده هذا المقطع علشان تتأكد. سمو ولي العهد المعظم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي جلالة الملك المعظم، سيدي سمو ولي العهد المعظم، الحفل المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة مرور 1500 عام على مولد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرتك سمعت اهو، شفت الملك عبد الله ملك الأردن هو وابنه حضروا هذه الاحتفالية على إنها 1500 سنة ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالحسابات فعلا هي مظبوطة، بالحسابات بناء على المعلومات المتاحة للجميع هي مظبوطة 1500 سنة وليس 1497 وتقول ده ناقص 3 سنين. وقعدت بقى تتكلم كلام يعني لا يليق بان انت تتكلمه على الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول له هو امه قعدت فيه 3 سنين مش عارف حامل، هي امه دي بتلعب مع حضرتك يعني مش عارف يعني في ايه يعني. دم الرسول، انت كنت انت يعني بتقول على انها في النار وكلام من ده وما بتحترمهاش، فاحترم حتى الرسول يا اخي، انت بتتكلم على امه، فلا يليق ان انت تتكلم بهذا الاسلوب على ام الرسول. ثم ان في حاجة علشان تبقى عارف، انت نفسك خدعت الامة الاسلامية وخدعت المسلمين، وخصوصا اتباعك اللي بيحبوك بتخدعهم. ازاي؟ انت نفسك اخواني متخفي. ازاي؟ انت اعترفت بلسانك ان أكاديمية العقيدة اللي انت ناشئها ديت واخد تصريحها من لندن اللي هي بريطانيا اللي هي انجلترا اللي كانت بتدعم حسن البنا، وهي اللي نشأته وهي اللي نظمت له الجماعة. واسمع كده اعترافك علشان تفتكره لما اعترفت ان انت واخد تصريح الأكاديمية من لندن. اسمع كده هذا المقطع علشان تفتكره. بعض الإخوة بيسأل عن موضوع الأكاديمية والالتحاق بها وكده يعني. الأكاديمية يا أخوانا عندنا ترخيص الأكاديمية وترخيص الكليات وترخيص المدن بتاعتها كله ولله الحمد واخدينه بصورة قانونية من شركة أكاديمية العقيدة اللي هي تخصصها بس في إصدار التصاريح من لندن، المملكة المتحدة من لندن، المملكة المتحدة من لندن. انت سمعت اهو، فانت زيه وفاتح قناة بتدفع لها شهريا 1,000,000 جنيه شهريا، 1,000,000 جنيه شهريا، والشعب المصري مش لاقي ياكل. في ناس كتير بتموت من قلة الفلوس وقلة الأكل وقلة إن هو ما بيشتريش الدواء ما بياخدوش فبيموت. أنت بتدفع شهريا 1,000,000 جنيه عشان القناة. بتجيبها منين؟ بتجيب الفلوس دي منين؟ بتجيبها مننا احنا،
احنا الشعب المصري اللي الاخوان اللي هم مهيمنين على البلد وبيحكموها دلوقتي بينهبوا فلوسنا وبيوزعوها على الاخوان في السر، وبيدعوا ان هم بيحاربوا الاخوان ومش عارف ايه، وهم كلهم اخوان. مفيش حد بيمكن دلوقتي وبياخد شهرة وبتاع زيك كده الا ما يكون اخواني. يعني لو واحد مش اخواني هيتم القفل عليه على طول. فانت اخواني متخفي تمارس اعلى تقية، بدليل بقول لك الاكاديميه بتاعتك واخدها من لندن زي ما اعترفت. هي لندن عايزه الاسلام وعايزه العقيده الاسلاميه الصحيحه اللي انت بتدعيها. انت كنت ماشي مظبوط وكنا معاك وكنا بنقعد نسمعك ليل نهار، لكن فوجئنا ان انت بتخدعنا، واعترفت ان انت واخد تصريح الاكاديميه ديت، اكاديميه العقيده من لندن. لندن عايزه تنشر الاسلام يا عم الشيخ. ها، مش ده الكلام ده اللي انت بتقوله للاخوان ان هم قاعدين في لندن وقاعدين في بريطانيا وبتدعمهم؟ ما هي بتدعمك انت كمان. وفي الاخر جاي تتريق على الجيش وتقول ان هم مش عارفين يحسبوا رقمين وكلهم قاعدين في التوهان. طب ما انت قاعد اهوت احسبها تاني، هتلاقي نفسك انت اللي غلطان وكل الطقم بتاعك اللي غلطانين ومش فاهمين حاجه. لان هي فعلا 1500 سنه، 1500 سنه على ميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام. لان هم حسبوا كمان على اللي هو التاريخ التقويم القمري او الهجري، لان ما كانش فيه تقويم ميلادي، بدليل ان هو بيقول لك ميلاد الرسول 12 ربيع اول. هو ربيع اول ده ميلادي ولا هجري ولا قمري؟ قمري. هجري ها، ما قالش مثلا اغسطس مارس او كلام من ده ميلادي. فانت تحسب بالهجري او القمري هيطلع 1500 سنه زي ما هم حاسبين. فهم مش هيغلطوا في حاجه زي كده ويضحكوك عليهم. لا، انت اللي غلطت، والمفروض تراجع نفسك وتشوفها. لان السنه دي 1447، احسب 13 سنه مكيه و40 سنه عمر الرسول، هيطلع 1500 بالظبط. والاردن نفس متفقه على ذلك زي ما انت شفت. فراجع نفسك والحق نفسك واعتذر. يعني انت لو انت دايما بتقول لو انا غلطان هعتذر، فعايزين نشوف اعتذار لو انت صادق في كلامك. وموضوع الأكاديمية خد بالك انت اللي كشفت نفسك. لندن مش عايزة الإسلام الحقيقي، وإلا تبقى الدنيا بقى خلاص. يعني احنا مش فاهمين حاجة بقى، الدنيا اتقلبت واحنا مش دريانين. والسلام عليكم ورحمة الله.